بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صديقاتي حبيباتي صديقات قناة الصديقتين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة بعد العيد وبعد رمضان. أنا ببص بعد العيد لقيت عندي مجموعة كراتين. الكراتين دي طبعا كل عام وانتم بخير، كنا فيها حلويات شرقية وكعك وبسكوت. تمام. فقلت أنا مش عايزة أرميها، طب أنا هستخدمها في إيه؟ فكرت شوية، قلت طب ما أنا ممكن ألزقها وأعملها ترابيزة تنفع في ركنة او احط عليها اي حاجه واستخدمها بشكل جمالي في البيت. ويا ريت تنفذوا التطبيق ده باذن الله معايا وتبعتوهولي. تمام. اول حاجه هنستخدمها مجموعه كراتين. اللي ما عندهاش يا بنات مجموعه كراتين كبيره عندها في البيت، ممكن تجيب الكرتونه اللي هي بتاعت الشيبسيهات او الحلويات، بس يكون في الحجم دوت او اكبر شويه. ماشي. وتدخل فيها كرتونه تانية بحيث تتقل معاها، وتجيب شريط الخامات اللي انا هستخدمها. الكرتونه كرتونه نتيجه عشان اتقل بيها، وممكن ما تستخدميش الكرتونه بتاعت النتيجه ديت لو الكراتين بتاعتك سميكه. شريط لحام، جبت ستيكر، جبت 3 متر لكل كرتونه انا قستها. تمام. الاستشوار، هتضحكوا طبعا، هتقولوا طب ايه اللي دخل الاستشوار في الموضوع دوت؟ هتشوفوا ان شاء الله معايا. هنسمي الله ونبدا. هقيس جزء جزء وهاخد الزياده بتاعته. تمام. بحيث ايه ان انا اقص بالمقص بتاعي فرخ الاستيكر وابدا ايه الزق قدام. ورجعنا لكم. انا قصيت، اخدت المسافه من طرف الكرتونه لاخرها وزودت سنتي من كل جانب او سنتي ونص. ماشي. وثبتها هنا الزياده اهي، وثبتها اهو ولزقت. حاولي ان انت ما تعمليش كرمشه في ورق السولوتيب وانت بتعملي. انا ثبت الطرف بتاعها يا بنات، وايد فوق اهي والايد الثانيه اهي تحت. تمام. وانا كده اهو بفرد. بسم الله. تمام. ميزه الستيكر ده ان هو لو اتلزق بورق او بحاجه او حسيت ان في فراغات، ان انت ممكن تشديه بردك بالراحه وترجعيه وتبداي تعيدي اللزق بتاعه تاني. بس حاولي لو انت هتستخدمي الستيكر ده تجيبي فيه خامه زي البلاستيك، هي ديت اللي تجيبيها عشان خاطر ايه تبقى سلسه معاكي في الاستخدام. لو في عندي زيادات انا بقصها عشان ما يبقاش عندي حاجه متلكعه في الترابيزه بتاعتي. وبقيس الجانب التاني وهنلزق معاكم. ورجعنا لكم بعد ما لزقنا ورق الاستيكر بتاعي على الكرتونه. ببدا بقى بشغل الفشوار بتاعي. انا خلاص لزقت، فبلاحظ ان في حاجات لسه ما اتفردتش. ماشي. ببدا بالفشوار بتاعي شايفين. وفي حاجات لو في حاجه حسيتي انها بقت معاكي او طلعت لفوق شويه، ممكن بالدبوس وبتروحي ايه مديالها زي تكه كده بالدبوس بحيث بتطلعي الهواء اللي جوه الاستيكر. تمام. في حاجه تانية برضك عايزه اقول لكم عليها. انا الكراتين دي لو انت هتشتري كرتونه او كرتونتين وهتعمليهم، الكرتونه مش هتتعدى 3 ل 4 جنيه. وشريط اللحام ادي 4 جنيه ونص. شريط اللحام ده ب 4 جنيه ونص، يبقى كده 8 جنيه ونص. و3 امتار ستيكر المتر ب3 جنيه ونص.
يعني كلها الترابيزه لما تتعمل ان شاء الله مش هتتكلف اكتر من 18 19 جنيه، بالكتير جدا 20 جنيه. يعني الترابيزه تكلفتها بسيطه جدا، ويا ريت الكل يعمل لي تطبيقات ليها ويصورها لي وينزلها لي على الفيسبوك بتاعي. تمام. وفي حاجه تانية برضك لاحظتها للامانه، بالنسبه للستيكر الغامق اللي هو دوت، طلعت معايا النتيجه احسن من الستيكر ده. بالنسبه للكرتونه دي بصوا، كل اللحامات اللي انا ملحماها اللي هي اللزق بتاع الكراتين بان مع الستيكر. انا هشتري ستيكر تاني غامق وهبدا برضك ايه الزقه عليها، بحيث برضك يبقى شكلها ايه جميل وهي محطوطه في الركنه بتاعتي. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا للقناه سبسكرايب ولايك وتكتبوا لي اي كومنتات. ويا ريت الفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم، ومع السلامه.